توماس مولر ممكن يكون مش امهر لاعب ولا اسرع لاعب في الملعب، ولا حتى الضربات الرأسية بتاعته ولا الفينش بتاعه يخض، ولا كمان قوي جسمانيا ولا الفتنس بتاعه عالي. بس كل ده ما كانش فارق معاه، لان الراجل ده كسب بطولات في حياته اكتر من كريستيانو رونالدو نفسه، والارقام القياسية اللي عملها عدت لاعب زي روني ولاعب زي ديلبيرو ولاعيبة تانية اساطير كتير. حتى لو جينا للصناعة وعدد الاسيستات اللي هو عاملها، فهنلاقي ان هو معدي لعيبة زي كيفن دي بروين وانيستا وتشافي وناس تانية كتير اساطير في نص الملعب. شفت الارقام بقى اللي انا قلتها لك دلوقتي دي، الاهداف والاسيستات وان هو معدي اساطير كتيرة، لو جيت تقرا عنه منشور او اي حد كتب عنه مقاله هتحس ان انت بتقرا عن اسوأ لاعب في تاريخ الكوره. بيوصفوه ان هو غريب، مش مميز، ما عندوش مهارات، ما عندوش سرعه. تحس ان هما بيتكلموا عن لاعب ما ينفعش يلعب كوره اساسا. مولر فعلا ممكن يكون مش مهاري او مش اكتر لعيب تحب الكوره وهي في رجله، لكن برضه التشبيه ان هو ما ينفعش يلعب كوره ده تحس ان واحد بيقلل من الديناصور علشان خاطر دراعاته قصيره. زي ما في واحد صحفي مشهور قال: مولر ما يغلبكش بالمهاره وما يغلبكش بالسرعه وما يغلبكش بالقوه، مولر بيغلبك وهو واقف. وانت بتتفرج عليه دايما تحس انه بيعمل حاجات بسيطه جدا، تقول انا ممكن اعمل زي اللي هو بيعمله ده. بس بالله عليك اوعى تقع في الفخ ده، لان مولر ممكن يكون افضل لاعب غريب في العالم. ولسه ما قلتلكش معلومه ان ممكن يكون اكتر لاعب عنده معدل ذكاء كروي في التاريخ، وفي ناس كتيره من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده وناس كتير من محبين الكوره ما يعرفوش المعلومه دي. من صغره شكله وشكل جسمه الملخبط خلاه يتقن فن عجيب جدا، فن انك تدخل الجون من زاويه مستحيله وباجزاء عجيبه من جسمك، زي راسه ورجله وحتى كعبه. اي حاجه مولر ممكن يسجل منها جون. طيب نخش على بدايه الحكايه وازاي مولر بدا يلعب كوره اصلا. بايرن ميونخ لقى مولر مجرد شاب صغير نحيف وكان شماس في كنيسه ساعتها، عايش مع جده وجدته في بلد صغيره جدا عند سفح القلب، وعدد سكان الجزيره اللي هم كانوا قاعدين فيها او القريه اللي كانوا قاعدين فيها دي 2000 شخص بالظبط. مولر وهو صغير كان غريب في اي حاجه بيعملها، حتى الحاجات اللي الاشخاص الطبيعيين المفروض يعملوها او الاطفال مولر كان غريب فيها. عايز اقول لك ان مولر اتعلم ان هو يتكلم قبل ما اتعلم ان هو يمشي، ودي بتفسر لنا حاجات كتيره زي ان مخه وتفكيره كان اسرع من رجله. لكن اللحظه اللي غيرت حياه مولر وخلته مهتم وانه عايز يلعب كوره وخاصه في نادي بايرن ميونخ، لما جده كان على فراش الموت وخلاص في لحظاته الاخيره، كان اخر حاجه طلبها من العيله بتاعته ان هو يتفرج على ماتش البايرن ميونخ. اللقطه دي حفرت في دماغ مولر ان هو عاوز يلعب للفرقه دي باي طريقه، وبقى مهووس جدا ببايرن ميونخ. مولر فعلا بقى مهووس بالفرقه وانضم للاكاديميه بتاعه البايرن ميونخ. وفي معلومه بتقول ان هو في سنه واحده بس سجل 100 جول من اصل 120 هدف سجلهم البايرن. الموضوع شبه اسطوره، وعارف ان في ناس ممكن ما تصدقهوش وانا شخصيا مش مقتنع بالموضوع ده، لكن الصحافه الالمانيه ساعتها اكدت الخبر ده فعلا ان هو حصل. وفي يوم الكشافين جم علشان يتفرجوا على الولد اللي عامل ارقام قياسيه ده ويتفرجوا عليه ويشوفوه في الملعب. مولر في الماتش ده سجل 7 اهداف كاملين، وخلى كل الكشافين والصحفيين اللي جايين يتفرجوا عليه يتصدموا من اللي بيشوفوه. بعد 8 سنين مولر قضاهم في بايرن ميونخ، كل المدربين اللي عدوا عليه كانوا مصدومين ازاي الولد ده مميز كده وارقامه التهديفيه عاليه قوي، لحد ما جه يورجن كلينزمان اداله الفرصه مع الفريق الاول وانه يشارك معاهم بصفه اساسيه. بس كلينزمان ما كانش فاهمه ولا فهم دماغه ووقع في الفخ. جاب مولر، ومولر ما شاركش مع الفريق الاول في بايرن ميونخ غير 28 دقيقه بس في موسم كامل. وبعدها كان في كلام ان مولر هيمشي ويسيب البايرن بمبلغ 1.5 مليون يورو. انت متخيل الرقم قليل ازاي؟ لكن الحظ بيلعب لعبته، وكلينزمان نفسه بيسيب البايرن وبيكروه. فان خال بيتولى تدريب بايرن ميونخ، وكان عنده نظرة وكان عنده رؤية في اللعيبة، وقال جملته الشهيرة: توماس مولر مش هيطلع من التشكيلة طول ما أنا بدرب الفرقة. فجأة مولر اللي كان ما بيشاركش أساسي مع الفرقة زي ما قلنا غير 28 دقيقة بس في الموسم، بقى بيشارك أساسي وبصفة أساسية، ومفيش ماتش بيغيب عنه، لدرجة إنه لعب أساسي لمدة 4 مواسم كاملين. عايز أقول لك إن مولر جر البايرن للقمة، 35 مساهمة تهديفية، وسجل جول حاسم ضد شالكة في صراع الدوري، وهاتريك في آخر أسبوع خلى البوندسليجا تروح لبايرن ميونخ. وخد طبعا هداف الكاس ولاعب السنه في المانيا، وبطوله رايحه لحدود الثلاثيه التاريخيه. بس طبعا دوري الابطال ضاع على ايده وعلى ايد روبن قدام انتر ميلان. والناس ساعتها والجمهور اللي بيتفرج على الكرة على البايرن ما كانش عارف هل مولر ده مهاجم ولا جناح ولا صانع العاب، محدش كان عارف مركزه ايه في الملعب. ساعتها الاسطوره مولر الكبير قال جملته الشهيره ان مفيش ولا لاعب الماني يستحق يلعب في المنتخب غير توماس مولر. كاس العالم 2010 بقى اول ماتش لمولر عمل اسيست بعد 8 دقائق، بعدها سجل جول، بعدها في ثالث ماتش جول انقاذ من الاقصاء في دور ال 16، ويعمل اسيست عالمي يخلي اوزيل يحط الجون الثاني في انجلترا، وبعدها مولر بنفسه يدفن انجلترا بجولين في 3 دقائق بس. عايز اقول لك ان ساعتها مارادونا ما رضيش يقعد جنب مولر في المؤتمر الصحفي، واتريق عليه وقال: انا ما اعرفش الولد ده شكلهم جابوا لنا الولد اللي بيجمع الكرات، علشان مولر يرد عليه في الملعب ويجيب جول بعد 3 دقائق على الارجنتين ويكمل عليهم.
وعايز اقول لك لو ما كانش توقف على نص النهائي يمكن المانيا كانت وصلت للفاينل، بس مولر كمل البطوله بجائزه افضل لاعب شاب وخد الحذاء الذهبي وهو عنده 20 سنه بس. ومن هنا بقى القصه المعروفه، كل موسم مولر بيكتب مع البايرن فصل جديد، بيسجل اهداف حاسمه للبايرن، بياخد الدوري 11 مره ورا بعض، بيقودهم بالثلاثيه مرتين في تاريخهم، ياخد كاس العالم ويبقى عنده 10 اهداف في المونديال وهو لسه 24 سنه. جوارديولا بيجي يمسك البايرن والناس كلها توقعت ان مولر هيموت وسط النظام بتاع جوارديولا والنظام بتاعه بتاع الاستحواذ ده، لكن العكس تماما هو اللي حصل. مولر يبقى اكتر لاعب لعب مع جوارديولا ماتشات، لعب 148 ماتش من اصل 161 ماتش، ما لعبش ماتشات بس، ده بالعكس ده كان بيتألق كمان وبينقذ الفرقه وبيشيلها في اوقات كتير. بس الدنيا مش هتفضل وردي كده على طول، انشيلوتي ركنه وكوفاتش فضل كوتينيو عليه، يوخيم لوف رماه بره المنتخب والصحافه قالت خلاص مولر انتهى. بس الرد كان لسه في الملعب ومولر قال لهم انا لسه مخلصتش. فجأة بقى مع فليك مولر اتقلب لفورمة تانية، قائد جوه الملعب بيزعق ويوجه اللعيبة، بقى ماكينة اسيستات، رفع ليفاندوسكي للسما وكسر الرقم القياسي للاسيستات في الدوري. المفاجأة بقى انه حتى بعد السنين دي ولسه لحد النهارده مولر بيضيف اسيستات اكتر من دي بروين واكتر من نيمار واكتر من اي حد، وراجل بقى يعتبر اسطورة في تفسير المساحات، زي ما هو قال بنفسه انا راموديتر مترجم المساحات. مولر بيلعب الكرة كأنها شطرنج، شايف اللعبة من فوق، مش فارق معاه الشكل، مش فارق معاه القوة، مش فارق معاه الدلع، مولر بيفوز وبس. مهما تحاول تشرح مش هتعرف توصل للعبقرية لحد ما تتفرج على الماتش، ممكن تقول الرابع أو الخامس علشان تفهم بس دماغ مولر عاملة ازاي. توماس مولر ممكن يكون أكتر لاعب غريب في الشكل، لكنه أفضل حاجة غريبة حصلت في الكورة. دي كانت الحلقة النهاردة بتاعتنا في برنامج نلعبها صايمة. ما تنساش لو الحلقة دي عجبتك تكتب لي رأيك في الكومنتات وتكتب لي أفكار حلقات جديدة يمكن ناخدها ونعمل منها حلقات تانية. وما تنساش إن الكورة مش أكل بس إحنا جعانين كورة.